صدام لو لا. تدرون انه امريكا ما احتلتنا لو ما رعونته واستهتار صدامكم هذا؟ تدرون انه الداعش كلها من ايتام البعث، وصدامكم ما يحتاج يشرح لكم عمليات بصلاح الدين وبالحويجه وقضايا التهجير القسري والقصف وسب النساء الايزيديات اللي ليها هسه اهالي سنجار يتذكروها ويبكون عليها دم، وما هدأت اوضاعهم الا ما صارت عيونهم بيضة. توتر وانتشار أمني في سنجار على خلفية منع عودة العوائل النازحة لمنازلها. عرب سنجار ما يزالون خارج الديار. الحادثة بدأت عند عودة عدد من عوائل سنجار المهجرة من العرب. عائلات العائدة تعرضت للضرب والاتهام بالإرهاب من قبل مجموعة من الأشخاص. احنا للبلد وجايين متعدين، يعني ما يريدون أن نرجع لبيوتنا. وجوبه بتظاهرة رافضة لعودة بعض الأسر. بلغنا الجيش أنه غادروا سنجار، الوضع الأمني غير مستبد. أن التهم الموجهة إليهم باطلة ولا صحة لها، وهدفها منع العرب من العودة. صار لهم 9 سنين مستغلين يعني أملاكنا وبيوتنا، نريد نرجع للجامع ما يقبلون يعني نعمر الجامع. يعني اخواننا اليزيديين مو انتم خوش ناس وشعب مسالم وما شفنا منكم الا الخير والافعال الطيبه. تصرفكم هذا الصراحه بحق اخوانكم العرب ما مقبول منكم، لان بالنهايه انتم ولدوا ولايه واحده وما تسوى على مود عركه جهال طالعين من المدرسه. تكبر المشاكل بيناتكم وتوصل لهذا الحد، وخصوصا انه العشائر العربيه هاي واقفين لكم خطيه بالصغيره والكبيره، هيك تجازوهم. إن بعض العوائل التي تم إعادتها هي متورطة في سفك دماء اليزيديين بانتماء أبنائها لعصابات داعش الإرهابية. تم إلقاء القبض على أحد العائدين من قبل الجهات القضائية في شنغال، وكما أكدت أحد الناجيات بأنها وجدت هذا الشخص عدة مرات عندما كان يشغل صفة أحد أفراد الحبسة لدى تنظيم الحسبة لدى تنظيم. بشبه هو ما يعني أكثر من 10 اغتصبوني، وهذا لحد الآن أبويا أخوي كلهم مخطوفين، مصيرهم مجهول. يعني ما أوكي لو مشتبه 10% أخذ اليوم، مو 100%، لو 50% هو 50%. لا ترى هم كلهم كم واحد من ذول الشباب العفطيه لبس له ثوب افغاني وقام يتقلب على ولد منطقته بيه، لو كم شيخ ذبح له فد 100 طلي وعزم اخوانه بتنظيم القاعده حتى يشرفوه بقبول دعوتهم. يا مرتزقه يا ولد الكلب. يعني ماكو ذيك الجريمه اللي تستحق الواحد يحرمهم من العوده لمنازلهم وينعل بهاتهم ويستقبلهم بالاحذيه والنعل مقطعه. حاطين احنا بقرى عربيه سنيه. زين. عندما دخلت ساعدوا داعش للانقضاض على اليزيديين، ساعدوا داعش لقتل اليزيديين، ساعدوا داعش لاختطاف بنات اليزيديين. هذه البنات اللي رجعوا قدرنا نحررهم. نعم. يتكلمون عن اشخاص شهادة. يعرفوهم. كانوا جيرانهم. العشائر العربيه هذول اللي وقت دخل تعاونوا مع داعش، وهذا مئات السنين. اليزيديه علاقات قويه بين اليزيديه وبين خاتونيه، بين اليزيديه وبين الجهه. وقت دخلوا هذا كلهم اكثرهم دخلوا مع ضد اليزيديه. ترى الداعش اللي جاي من افغانستان لو من الشيشان ما يعرف ذولا يزيديه، ما يعرف ذولا يزيديه، وذولا مو مسلمين، وذولا لو ما اهل المنطقه. والله يا ست فيان ما ادري بيش اجابك وش اقول لك، لان الصراحه الكلام اللي تقوليه ما يسوي الا الناقص والدوني، ويستحق تقولي لهم بوجوههم كل ما تشوفيهم يعيدني الكلب منك ليه؟ بس احنا تعلمنا انه ما نحكم بسرعه على الناس الا بوجود ادله قطعيه، لان اللي تقوليه كلام خطير وصعب العقل يشيله ويستوعبه، خصوصا انه الغدر اللي صابكم منكم وبيكم، وهذا من اصعب انواع الغدر. فاذا عندك ادله قطعيه مقاطع فيديو اعطيني اياها، الا اشهرهم مشهيره وافضحهم فضيحه الله. حياكم حياكم ولا تقبل منه واحد يا الله اكبر عليك. والله مظلوم.
ست اسمحي لي، ترى هاي المقاطع يا اللي يجي يقدر يمنتجها، وحتى لو فرضنا انه هو حقيقه ماكو شيء يقول انهم اشتركوا ويا الداعش بعملياتهم الاجراميه، لان ذول مهما يكون عرب، والعروبي ما يسويها ويعتدي على جاره ولا يتامر عليه ويغدره. ما تشوفين احنا اشقائنا العرب ايش قد يحبونا ويردون خاطرنا. يقطع رؤوس الرياجيل كلهم قدام نسوانهم وبناتهم، يقطع بالسيف، قاطعين رؤوس الرياجيل، واللي واقفين دا يباوعون هم النساء والاطفال والبنات. شلون إلك قلب مرة أخرى تقولهم تعالوا يابا رجعوا وعيشوا بنفس الطريقة. كانتوا ما مخلين سوايا فاكسة ودقة ناقصة إذا ما مسويها؟ لا، وتردون الناس تسامحكم وتقبل تعيش وياكم مرة ثانية، وهذا الشيء ما حد يقبله. تردون الصدق؟ زين منهم من استقبلوكم بالطابوق والحجارة، لأن أنتم دواكم النعل والقنادر على قد الأفعال الشينة والرذيلة اللي سويتوها بيهم. بس مع ذلك نقول أنتم أبناء وطن واحد، وعمر الأظفر ما يطلع من اللحم. وأنا من رأيي تنسون سنجار وتتوجهون للحويجة وقرى كركوك، ومناك الله يسهلها.